كلام الناس ياما دمر نفسية، ياما حتى مع عباد ما كانوش يستاهلوا. الناس تحكم من غير ما تفهم، تجرح من غير ما تحس، تقول كلمة وتمشي، أما اللي يسمعها يبات باها ليل كامل ما يرقدش. أما راني باش نقولها لك بكل صراحة، لا تعيش أسير إلى نظراتهم. ربي خلقك حر مش عبد للناس، وربي يقول في يعني الحكم حكم ربي موش حكم الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من التمس رضاء الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يعني كترضيهم وتغضب ربي، لا ربي يرضى ولا حتى الناس باش ترضى. تتعب تفسر تبرر توضح، وفي الاخر باش تموت. اي باش تموت. ونفس الناس اللي كانوا يحكيوا عليك باش ينسوك يدفنوك يبكيوا شوية ياكلوا كسكسي، وبعد جمعة يرجعوا يحكيوا على غيرك كأنك ما كنتش موجود. لذلك انت ما تستاهلش تتقلق من كلام الناس، مصيرهم ينسوك وقت ما توفى. خلي خدمتك لربي وخلي اثرك في الخير، هو وحده اللي بيشق. عيش مرتاح وامشي في طريق ربي، وما تسمع كان صوت القرآن وصوت ضميرك. يعني حاجة ترضيك وترضي ربي لا تفكر فيها مرتين. والباقي نقولوا لهم قولوا اللي تحبوا، انا نعرف شكون اللي نرضيه.